يلا بينا نعمل صوص الكراميل الاقتصادي عشان نعمل احلى ايس كوفي طول الصيف. اول حاجه هحتاج كوبايه كبيره من السكر، هنحطها على نار هاديه وهنسيبها لحد ما تبدا تتكرمل. معايا كوبايه من الحليب، هضيف عليها معلقه كبيره من النشا وهنقلبهم ونسيبهم على جنب. واول ما نلاقي السكر بدا يتكرمل من تحت ومن الجناب هنقلبه عشان نساعده انه يدوب اسرع وكمان عشان ما يتحرقش من تحت. هنفضل نقلب فيه لحد ما يتكرمل خالص بالشكل ده كده بقى مناسب معانا، ما نسيبوش اكتر من كده عشان ما يتحرقش. هنضيف بقى عليه كوبايه من الميه الفتره، ما نحطش ميه ساقعه، كوبايه من الميه الفتره، وهنفضل نقلب بقى لحد ما السكر ده يدوب خالص معانا. ما تقلقوش هيدوب خالص، بس هياخد وقته شويه على ما يدوب. هنفضل نقلب كده بالراحه لحد ما يدوب خالص بالشكل ده. هنضيف بقى عليه كوبايه الحليب اللي متضاف لها معلقه كبيره من النشا. شايفين لون الكراميل المظبوط ازاي؟ لو السكر كان اتحمر اكتر من كده كنت هتلاقوا لونه غامق وطبعا هيكون فيه مراره. كده لونه مظبوط جدا. واول ما يبدا يغلي هنضيف عليه مكعب كبير من الزبده. هنقلب بقى لحد ما الزبده تسيح، وما ننساش رشه الملح مهمه جدا بتظبط طعم الكراميل. هنحط رشه ملح بسيطه ونسيبه لحد ما يغلي، وكل شويه هنقلب فيه لحد ما يتقل ويوصل للقوام ده كده قوام الكراميل المظبوط. هنسيبه لحد ما يبرد خالص، وبعد كده هنسيبه في التلاجة في علبه او في ازازه، وبعد كده نعمل بيه بقى ايس كوفي. كده تاني يوم بعد ما سيبته في التلاجة ليله كامله هحطه بقى في الكوبايه مع تلج ولبن، ونحط عليه شوت الاسبريسو او القهوه، واشربوا احلى ايس كوفي ومش هتشتروه تاني من بره. صوص كراميل اقتصادي جدا وطعمه ما يختلفش خالص عن الجاهز.